unsubscribe أو إلغاء الاشتراك. unsubscribe أو إلغاء الاشتراك، ودي هتكون حلقتنا النهاردة لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، والنهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا، الانسبسكرايب. الموضوع صغير لكنه فيه تفاصيل كتير، وفي نفس الوقت الفكرة الواحدة مختلفة أو متكررة في أكتر من مكان. بمعنى إن أنت لما بتحتاج تروح لسايت معين عشان تاخد خدمة معينة منه أو بتشترك فيه، على سبيل المثال جوجل، على سبيل المثال يوتيوب، على سبيل المثال لينكد إن، على سبيل المثال بينترست، أي سيرفيس أنت محتاج تاخدها أونلاين، في الحالة دي هو بيقولك لازم تعمل سبسكرايب. لازم تعمل سبسكرايب، والسبسكرايب أو الاشتراك بتتطلب مجموعة من العناصر، زي مثلا أنت بتحتاج تدخل تعمل سبسكرايب في موقع، وليكن موقع زي دوت، أو تروح مثلا تقول له هنا من جوجل اديني شوية سيرفيسز، وليكن مثلا ويب سايت سيرفيس. لما بتختار اي موقع على الانترنت هو هيسألك بالطبيعي لما تيجي تدخل عليه ان انت عايز تعمل سبسكرايب ولا لا، عايز تستخدم خدماتنا ولا لا. في حالة لما بتعمل سبسكريبشن او الاشتراك بالفعل، هو بياخد منك شوية داتا. الداتا دي هي عبارة عن اسمك وبريدك الالكتروني، ممكن الموبايل، بتعمل يوزر نيم وباسورد عشان يدخلك على السيرفيس بتاعته. طيب في الحالة دي لما انت بتدخل تحط الداتا بتاعتك، هو بيستخدم الايميل بتاعك في انه بيبعت لك كل ما هو جديد في الخدمة بتاعته، وفي نفس الوقت بيبعت لك النيوزليتر، وبيبعت لك كل التطورات اللي بتحصل عنده، كل الابديتس اللي بتحصل عنده. لذلك مثلا موقع زي كورة ده او مختارات، الموقع دوت بيبعت لك كل شوية مجموعة من الأخبار الجديدة اللي بتنزل عليه. بينترست مثلا لما بتكون معاه بيبعت لك كل شوية الحاجات اللي بتكون موجودة الجديدة اللي عنده، اللي هو شايف ان انت مهتم بيها او ممكن تكون مهتم بيها في وقت من الأوقات. طبعا احنا عندنا مشاكل عادة في الكهرباء، بتقطع كتير والإنترنت بيقطع كتير، فالدنيا بتبقى أبطأ شوية أول ما الإنترنت بيبتدي يجي. فعذرا لأن الإنترنت فعلا ما زال فيه مشكلة بقالنا دلوقتي 6-7 ساعات. المفروض نطلع عندنا هنا كل الحاجات اللي أنا ممكن أكون مهتم بيها وبشوفها في البينترست. نفس الموضوع لما بكون مشترك في نون مثلا، فهو بيقول لي دي الحاجات اللي انت مشترك فيها في نون، او الحاجات اللي انت بتتابعها في شركة نون. على كل الاحوال انا هنا بقول له طيب انا الحاجات دي كتير قوي عليا، وانا محتاج ان انا اعمل عدم اشتراك. يعني بروح اقول له unsubscribe، فهتلاقيني بنزل تحت دايما وبقول له الغاء الاشتراك، سواء كان هنا او مثلا في البينترست، اي سيرفيس انا باخدها من اي حد عايز الغي الاشتراك بتاعها، هنزل اقول له هنا ان انا عايز unsubscribe. عايز اروح على كانفا مثلا، وهقول له برضو تحت خالص لازم اقول له unsubscribe لو انا عايز الغي الايميلات اللي بيجيلي كل شويه ويقول لي انت او اقول له انا مش محتاج السيرفيس دي تجيلي كل شويه. طيب هنا بقى لما بنيجي نقول له unsubscribe ليه؟ اما ان انا مش عايز الخدمات دي تجيلي كل شويه وهو بيعرض عليا شويه اوبشنز. ممكن يقول لي انت الانسبسكريبشن اللي انت عايز تعملها دي هتعملها عشان خاطر عايز تجيلك كل يوم او عدد من المرات في يوم واحد او كل اسبوع، او مش عايز تجيلك الاشعارات خالص. فانا بختار الاوبشن اللي انا عايزه.
طيب الداتا اللي انا لما بحتاج احطها عشان خاطر اعمل سبسكريبشن، هو بيقول لي وانت بتعمل السبسكريبشن ممكن تعمل سبسكرايب او الاشتراك بالجوجل اكاونت، وبتحط الايميل بتاعك وتحط الاسم بتاعك الاول والتاني او اللقب، وتحط الايميل بتاعك واليوزر نيم والباسورد. ده في حاله ان انت هتعمل اشتراك في الويب سايت الفلاني عشان تشتري منه المنتج الفلاني. خلصت القصه بتاعتك، محتاج تتابع معاه، يبقى انت هتستلم منه بشكل تلقائي كل ما هو جديد. مش عايز تستلم منه، على طول هتروح على البريد اللي انت كنت حاططه له وتقول له ان انا عايز اعمل ان سبسكرايب. طبعا خلاص الدنيا حملت اهي، دي الحاجات اللي هو بيعمل لنا ليها دايما فولو او متابعه ويبعتها لنا اول باول. طب انا مش عايز الحاجات دي كلها تجيلي، هروح اقول له ان انا محتاج ان سبسكرايب. لكن ما حدش يا جماعه يكون بيشتغل على سيرفيس ومحتاج لها بشكل دوري يروح يعمل ان سبسكرايب. احنا بنعمل ده للحاجات اللي اصبحت بالنسبه لنا مزعجه وبتبعت حاجات كتير، او نقول له قللها لي، خليها لي مره كل شهر. اما ان هو بيعرض عليا شويه حاجات كتير، اوبشنز يومي اسبوعي مانثلي، وهي دي اللي تجيلك، او ان هو يقول لي اوتوماتيك على طول ايه، خلاص لو اول انت بتعمل سبسكرايب هو بيقول لك ان الان سبسكرايب سكسسفولي، خلاص يبقى انت كده مش سبسكرايب في الاكونت بتاعك ده عندنا. بعض المواقع زي موقع اندرويد بيتيح لك فرصه ان انت تعمل اكونت واحد بس، ويقول لك كل الخدمات او السايتس اللي انت مشترك فيها. انت بتقول له دلوقتي ان انا هعمل هنا هلوجن او الاكونت بتاعي جوجل او ياهو او اوتلوك او اي كلاود او وات ايفر، وده اللي انا هدخل بيه وده اللي انا بعمل بيه سبسكرايب. فبتكريت اكونت وهو يبتدي يعرض عليك، يقول لك انت عايز تان سبسكرايب من اي سيرفيس، انت كنت داخل على الفيسبوك، كنت داخل على كذا، كنت داخل على كذا، وهنا بقى انت بتقول له انا هان سبسكرايب ولا هحافظ على ده. تمام. يبقى في بعض المواقع زي الانرول ده يقدر باشتراك واحد يخليك تمانج كل الحاجات اللي انت مشترك بيها في باكونت بتاعك او بالميل بتاعك، لان يعني في بعض الاحيان انت بتشترك في خدمات كتير والخدمات دي انت ما بتبقاش فاكر انت اشتركت فيها امتى، فانت عايز تمانج القصه دي. هو يقول لك الاكونت بتاع الجيميل ده انت مشترك بيه في 15 20 سيرفيس، انت محتاج تانسبسكرايب بمين او تكيب مين، وبتبقى عارفهم وبتبقى عارف اماكنهم موجوده فين. بنستخدم الانسبسكرايب كي عاده في النيوزليتر لما بتكون بتبعت ايميلات بكميات كبيره، وده موضوع هنتكلم فيه في وقته. بتحط دايما في نهايه الميل اللي بيطلع او الويكلي ريبورت او في البرودكاست ميل اللي انت هتبعته او في النيوزليتر ميل اللي انت هتبعته، بتحط في النهايه unsubscribe. زي ده كده بتحط unsubscribe، والميل بتاعك لو مش محطوط فيه unsubscribe وانت بتبعت الكامبينز بتاعتك، في الحاله دي هو بيعتبرك سبامر وبيوقف الحمله او الكامبينز بتاعتك. فدي نقطه هنحتاج لها في فتره من الفترات. يبقى امتى بنحتاج السبسكرايب؟ لما بتكون داخل على سيرفيس جديده، انت محتاج السيرفيس دي تاخد منها شويه خدمات، فهو بعد كده بيواليك او بيبعت لك الجديد بتاعه. وامتى بتحتاج تعمل ان سبسكرايب؟ لما بتقول خلاص انا كده اكتفيت، مش محتاج ازعاج تاني من السيرفيس دي، انا بطلت استخدمها، على طول بتجري تعمل ان سبسكرايب. ودي كانت حلقتنا النهارده. وباذن الله في حلقات جديده هنبتدي نشرح ازاي نعمل احنا لينك الان سبسكرايب، وايه مدى الاحتياج للينك الان سبسكرايب. دي كانت حلقتنا النهارده، اشكركم ودمتم في امان الله.